يا مساء الفل على كل أهلاوية، ألف مبروك ألف مبروك فوز الأهلي النهاردة على سياسة وصعوده لنص النهائي للمرة الثالثة على التوالي. المرة الثالثة على التوالي، أرقام كولر مع رقم ثلاثة ده كتير اليومين دول. يا أخي الواحد مبسوط. محدثكم مصطفى محمد من تحت الغطا. الجو تلج هنا الصراحة، في الأنطرة هنا جو تلج موت. فلا بس الواحد إيه، الحمد لله كده انبسط كده مع الأهلي، رغم اللي هو طول الماتش كنت قاعد مضغوط ومتضايق من الأداء ومش عارف إيه. بس أبويا بقى ربنا يديله الصحة قال لي إيه، قال لي بص الأهلي هيجيب جون استروبيا. هو قال لي من هنا. قلت له يلا على البركه. قفشه جات له الكوره راح طخ، تخبط تخش كده. الحمد لله جول استروبي، بس الحمد لله احنا كسبنا وصعدنا. قبل ما نتكلم في التشكيل والدنيا كانت الغلط في الاول خالص، بس الحمد لله اللي احنا فزنا النهارده، والاهلي بيعمل ارقام كويسه. يمكن انا كتبتها على الفيسبوك قبل ما اعمل الفيديو ده. الاهلي بيوصل نص النهائي رقم الثالث على التوالي. اللي عمل الحركه دي كان ريال مدريد بس، لما خد 3 دوري ابطال اوروبا على التوالي، وصل نص النهائي 3 مرات على التوالي. هو بيلعب اصلا نص النهائي على طول، يعني ما بيلعبش قبل كده. تاني حاجه، الاهلي اكتر فريق في تاريخ البطوله حقق كلين شيت. الاهلي اكتر فريق في البطوله سجل من خارج ال 18. الاهلي عامل ارقام كتير قوي، يعني الحمد لله الحمد لله الواحد اهلاوي. نخش في الماتش بقى. يعني الماتش بدايته، يعني انك تبدا بالثلاثه اللي انت بدات بيهم الماتش ده، اللي هو كهربا وطاهر وتاو. ده كانت بداية غلط جدا. بداية غلط جدا. أول حاجة، يعني كهربا وطاهر مش شايفين، مش شايفين ومش قادرين يلعبوا، مش قادرين يجاروا القوة البدنية، لأن الفريق ده بصراحة أنا قريت عنهم قبل الماتش وبتاع، وعارف اللي هم أجسامهم قوية، بس ما كنتش متخيل بالمنظر ده. العيال بسم الله ما شاء الله تران، عمالين بيحرتوا في الأرض ويحرتوا في الملعب رايحين جايين. بس في حاجة قلتها بقى بين الشوطين، كنت برضو كنت قاعد بتفرج مع الحاج ربنا يديله الصحة. قلت له بص يابا، ال- الفريق ده ما عندوش خبره في البطوله، وده اول ماتش يلعبه في البطوله اصلا في تاريخه. بالاسلوب اللي بيلعب بيه ده هيتعب على بعد الدقيقه 60 او 70، لانه كان باين قوي ان هم بيلعبوا بيموتوا نفسهم، وانت المفروض تقسم مجهودك. وده اللي يعني ايه، ما مش عايز اقول ده اللي الاهلي عمله. الاهلي كان اداء وحش حتى، يعني وهو بيجيب الجون كان اداء وحش. وزي ما نرجع بقى لمرجوعنا تاني في موضوع طاهر وكهربا ده، كان غلط جدا انك تبدا بيهم. كان لازم كهربا ينزل بين الشوطين زي ما او ينزل في الشوط التاني زي ما انت عملت في الماتش اللي فات. وكان عبد القادر اول لما نزل، بصراحه عبد القادر اول لما نزل وقفشه وشريف الدنيا اتحركت شويه قدام. وزي ما اتفرجنا يعني عبد القادر زي ما انا بتخانق منه باللي بيعمله من الحته الزياده اللي دايما بيعملها بعد الترقيصه دي، ولكن لا، فوق الجبهه الشمال خالص مع معلول، الدنيا فاقت معاه. وتاو لما اتحرك شويه من مكان يعني كان مع شريف وقفشه، والدنيا اتحركت معاه برضه. وخلي بالك تاو هو اللي ادى الكره لقفشه في الجون عشان يعملها تيجي في العارضه ترد له يحطها جون تاني وتخبط وكده. فالدنيا فوقت. وحمدي فتحي كان سيء جدا الماتش ده. حمدي فتحي ما اعرفش، علامه استفهام. اليو ديانج يعني عربيه نص الاهلي محمله علامات استفهام. اليو ديانج النهارده كل البساطه اللي طالعه من رجله غلط كلها. محمود متولي برضو علامه استفهام. زي ما اتكلمت على طاهر وكهربا كان ادائهم مش حلو. السولية علامه استفهام. في معلول النهارده علامه استفهام. في لعيبه كتير قوي النهارده ادائهم مش تمام. ولكن الحمد لله اللي هي عدت على خير، والماتش عدى على خير، والاهلي صعد. وريال مدريد بقى. انا مش قادر اقولها والله العظيم، مش قادر اقولها بعد الاداء اللي انا اتفرجت عليه ده. يا رب، يا رب نكسب ريال مدريد. هو صعب بس يعني مفيش حاجه بعيده عن ربنا. مفيش حاجه بعيده عن ربنا ان شاء الله. وزي احنا ما عملناها في سنه 2001 قبل كده، كان 2001 لما كسبناهم وكنا عملنا عليهم ماتش حلو. بس المغرب ما عندهمش الهرم. المغرب ما عندهمش الهرم وبالهول عشان نطلع نفسحهم قبل الماتش الصبح. ولكن الحمد لله الحمد لله على الفوز. وربنا يكرم ان شاء الله في باقي البطولة، وكل سنة وانتم طيبين.